الحمد لله العلي الكبير، أحمد ربي وأشكره على نعمه الظاهرة والباطنة التي لا يحصيها إلا هو، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه. أما بعد، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، سأقدم هنا باسمي وباسم طلاب والطالبات معهد الإمام ابن باز للدراسات الإسلامية واللغة العربية وإعداد الدعاة عبارات شكر وتقدير لإدارة ولأساتذة معهد الإمام ابن باز للدراسات الإسلامية واللغة العربية وإعداد الدعاة. وأود أن أقدم عن مدى شكري واعتزازي لمديرنا ولمعلمينا لجهودهم العظيمة التي بذلوها من أجلنا، فشكرا لهم على مساندتهم لنا، فأنتم المنارة التي تنير الطريق لنا لنعبر من خلالها بحر الظلمات وتنير العقول بوقود العلم والمعرفة. يا مديرنا ويا معلمينا، أنتم الشجرة التي نستذل بذلها ونأكل من ثمرها، فنزداد بها علما ونرفع بها مكانة. فأنتم مفتاح للنجاح والطريق للوصول إلى الأحلام، فكم من طالب أصبح متفوقا بسببكم يا مديرنا ويا معلمينا. إن كلمتي في حقكم تقصير، فهي لا ترتقي لقدركم ومكانتكم، فأنتم أهل المجد والرفعة، وأنتم القدوة الحسنة التي نقتدي بها. وقال أمير: ولقد ارتقينا سلم العلم بفضلكم، فتعلمنا منكم النجاح والتفوق. وقال أمير الشعراء أحمد الشوقي: قم للمعلم وفه تبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا، أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. يا مديرنا ويا معلمينا، ندعو الله أن يمنحكم الصحة والعافية والخير في حياتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.